في الجزء اللي فات اتكلمنا عن التوتر، ازاي بيجيلك فجأة من غير سبب واضح، وازاي بيكون طريقة جسمك يقولك كفاية ضغط. النهاردة بقى هنتكلم عن ازاي تتعامل مع التوتر فعلا. أول حاجة، بطل تزود الضغط اللي موجود أصلا. يعني إيه؟ يعني بلاش كل مرة تحس بتوتر تدخل في جلد ذات وتقول أنا ضعيف، أنا فاشل، مش طبيعي. انت كده بتزود الحمل النفسي مرتين. سيب مساحة لنفسك تكون مش تمام، دي مش نهاية العالم. تاني حاجة، اعرف ايه اللي بيولع التوتر عندك. في ناس بتتوتر من الزحمة، ناس من الصوت العالي، ناس من الدراسة، وناس من فكرة أنا لازم أكون الأفضل دايما. لو معرفتش المحفز، هتفضل كل مرة تقول مش عارف ليه متوتر، رغم إن السبب واقف قدامك. تالت حاجة، اخرج من دماغك لجسمك. التوتر مش فكرة، دي طاقة محبوسة. المشي، الجري، حتى لو طلعت السلم بسرعة، ده بيساعد الجسم يفرغ الشحنة. الموضوع مش رياضة تنمية بشرية، ده تفريغ فعلي للضغط الكيميائي اللي جوه جسمك. رابع حاجة، رتب يومك البسيط. مش لازم خطة مثالية، بس وجود نظام بسيط يدي للمخ إحساس بالأمان. مثلا وقت ثابت للنوم، مكان واحد تذاكر فيه، روتين صباحي بسيط. الدماغ بتكره الفوضى، والفوضى تزود التوتر. خامس حاجة، اختار صوتك الداخلي. كل مرة يجي صوت يقولك انت مش كفاية، رد عليه كفاية اللي أنا فيه دلوقتي. التوتر بيكبر لما تصدق انك لازم تكون مثالي، بس الحقيقة أكتر الناس اللي شكلها متماسكة جواها عواصف محدش شايفها. وسادس حاجة وأهم نقطة، اتكلم. مش لازم دكتور على طول، ابدأ بصديق حقيقي، شخص يسمع مش يحكم. الكلام مش ضعف، الكلام بيطلع الحمل من جواك بره. بس لو التوتر مسيطر، مأثر على نومك، على أكلك، على تركيزك، ساعتها محتاج متخصص يسمعك صح. مش علشان انت مريض، لكن علشان تتعلم ازاي توقف الدايرة دي قبل ما تكبر. في النهاية، التوتر عمره ما كان ضعف، ده جهاز إنذار من جسمك بيقولك وقف شوية. اسمعه بدل ما تسكته. يمكن أول مرة تسمع له تكون أول مرة فعلا ترتاح. لو الكلام ده لمس فيك حاجة، تابعني على قناتي على اليوتيوب، اللينك في البايو. هناك هتكلم عن القلق بالتفصيل، إزاي يبدأ، وليه بيحصل، والأهم إزاي تسيطر عليه قبل ما يسيطر عليك.